سلام سلام، إن شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جيتكم بوصفة مكرونة اللوز وجميع الأسرار نتاعو. عندي 3 كيلات لوز بما يعادل كيلو. نرحيوه. عندي 2 بيض. أنا استعملت بيضة كامل، 2 بيض مع كيلة ناقصة 7 سكر، وضفت لها 2 صفار. نخلطو كل شي مع بعض. خلطو البيض مع السكر تاعنا. وهذا سر من أسرار مخروط اللوز. كي نذوب السكر مع البياض هو اللي يعطينا هشاشة. هنا تحصلت على كريمة نضيفوها للوز تاعنا. هنا ضفت 2 معالق مبشور ليمون. كما نعرفو بلي مخروط اللوز يحتاج الليمون ويحب الليمون بزاف. مبشور ليمون. هنا ضفت 10 حبة قارص، يعني عصرت حبة قارص وضفتها معاهم. نزيدو ملعقة كبيرة زبدة. كي نشوفو الخليط تاعنا مازال يحتاج هنايا ضفت ملعقة ماء زهر. هنا كنت صفار بيضة كنت خلطتها وقاعدة نضيف فيها بشوية حتى نتحصل على عجينة. ما نضيفوش كل شي ضربة واحدة باش الخليط تاعنا ما يكونش جاري. هنا بعد ما تحصلت على عجينة. وثاني سر من أسرع مكروط اللوز لازم نعجنوه كيما راه موضح في الفيديو. لازم خليط السكر هذاك يدخل مليح في اللوز. هنا كنت عجنته حوالي 10 دقايق. هنا بعد ما عجناه نخليوه يبات ليلة كاملة. هنا بعد ما فاتت ليلة كاملة نديرو المخلوط تاعنا. هنا درتو على شكل بودا. أنا المخلوط تاعي درتو مخلوط متوسط مش كبير الحجم. هنا تحبوا ديروهم متوسط أو كبار هذاك حسب الرغبة.
هنا نرتبو شكل الحبة تاعنا. لازم يكون الفرن تاعنا مسخنينو على درجة 180 درجة. بعد ما يسخنو نجو ندخلو مقلة اللوز تاعنا نقصولها للفرن. ندخلو المقروط تاعنا يطيب من 7 دقايق ل10 دقايق ونحيوه. هنا بعد ما طاب على درجة 180 أنا خليته 7 دقايق. نديرو في الشربات اللي هي كاس سكر وكاس ناقص إصبعنا، خليتهم وضفت لهم الكارس. وهنا بعد ما طاب مكرونة اللوز تاعنا وبعدها نخليوه يقطر مليح ونمسحوه إذا كان ماشي ناشف ونحطوه في السكر. السكر هنا بودرة ونخليوه فيه حوالي 5 دقايق وبعدها نبداو نحيو في السكر الزايد. وهذا هو مكرونة اللوز تاعنا وواجد. نتمنى تكون الوصفة عجبتكم. أنا كنت قسمت حبة